السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا كيك، بس يعني هنتكلم على الكيك بتفاصيله والحشوات بتاعته باذن الله. النهارده كده الفيديو مخصص بس للكيك، احنا مش هنعمل فيه اي تزيين. فان شاء الله انت لو حابه بقى تعرفي تفاصيل عن الكيك، احنا مش هنعمل كيك، احنا هنتكلم على تفاصيل الكيك. لو حابه تشوفي انت الكيك نفسه وهو بيتعمل، هسيبلك في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت كذا فيديو انا منزلاهم قبل كده، فيهم تزيين وفيهم كمان طريقه عمل الكيكه بالتفصيل، زي ما بيقولوا كده من الالف للياء. فان شاء الله هسيبلك في صندوق الوصف لو انت حابه تشوفي الكيك نفسه وتفاصيله وهو بيتعمل. هسيبلك في صندوق الوصف كذا فيديو ان شاء الله هيكون فيه كل حاجه. وهسيبلك كمان فيديو مخصص بس للكيكه. فاحنا النهارده هنتكلم على تفاصيل الكيك. زي ما انتوا عارفين انا بستخدم كيك اسبونج، يعني دي اسبونج جاهز زي ما انا وريته لكم في الفيديو اللي فات. انا بجيب شكاير كده، والشكاره زي ما انتوا شايفينها انا بجيبها فانيليا. طب انا بعمل منها شوكليت ازاي؟ هقول لكم بقى. انا بحط مقدار كاكاو على الدقيق، وازاي يطلع معايا الكيكه معايا غامقه كده. لو انا عايزه الكيك الشوكليت فاتح هقولك برضو بنحط مقدار قد ايه. فان شاء الله احنا هنتكلم كده على مقدار انت حابه تعملي صينيه موجوده عندك في البيت، مقاس مثلا ولو 22. فهنحط فيها مقدار نص كيلو دقيق، عليه 6 بيضات، عليه نص كوبايه ميه. فبقى ده من عندي من عند مروه، اني انا بحط معلقه فانيليا. انا بستخدم فانيليا سايله الماجيك، ده اساسي. انا لو انتي هتشتغلي عادي من البيت كست بيت، فهتحطي الدقيق عليه البيض عليه الميه، هتستكفي بالكميه الفانيليا اللي موجوده في قلب الدقيق بتاع الاسبونج الجاهز. لكن انا بحب استخدم الفانيليا السايله، لاني انا بخرج منها اوردرات، فمستحيل مستحيل اني انا اخرج كيكه يكون فيها ريحه زفاره للعميل، مستحيل. فلازم ابقى انا ضامنه حاجتي او مخرجه حاجتي كده وانا مغمضه. فبحط للنص كيلو دقيق 6 بيضات، وعليه نص كوبايه ميه، وعليه معلقه صغيره فانيليا. وبصوا بقى التانية، بحط كمان معلقة خل، وبحط كمان معلقة محسن جل. ليه محسن جل يا مروه؟ ما انت مستخدمة دي اسبونج جاهز. محسن جل لان انا بعمل كميات وبدخل كذا صينية مع بعض في قلب الفرن، فممكن افتح الفرن واخرج الصواني الصغيرة قبل الصواني الكبيرة، فبيبقى عندي هنا مشكلة. فانا لا، عشان اضمن اني انا الصواني بتاعتي كلها تخرج بنفس الارتفاع اللي انا عايزاه، لازم احط هنا محسن جل. محسن جل مش هينفعك لو انت مثلا ست بيت وحابه تعملي الكيكه، هتعمليها عادي وهتطلع معاكي مظبوطه جدا. لكن انا زي ما بقولك كده عشان بعمل كميه، والكميه ديت عشان انا بعملها وبفتح على الفرن قبل ميعاده، عشان بخرج منه الصواني الصغيره قبل الصواني الكبيره، لان الصواني الصغيره اوريدي بتستوي قبل الكبيره. فهي دي فكره محسن الجل بالنسبه لي. طيب انا بحط كميه كاكاو قد ايه عشان يطلع لي كيك شوكليت؟ بحط على نص كيلو 35 جرام. النص كيلو بحط عليه 35 جرام كاكاو خام اسباني غامق. في نوعين من الكاكاو الخام الاسباني، في فاتح وفي غامق، انا بستخدم الغامق. انا هنا برضو على الكريمه لكل نوع. انا بستخدم هنا الكريمه زي ما قلت لكم ريتش المتحده، دي كريمه لباني حلوه جدا وهي بودر. بنحط على كل كوبايه نص كوبايه سكر وكوبايه ميه. طب هتقولي ما انا ممكن استخدم حليب، استخدمي حليب مفيش مشكله. انا ليه ما بستخدمش حليب؟ عشان انا مش عايزه الكيك بتاعي يبقى فيه مطه وانا بزين، ما يبقاش الكيك بتاعي ليه مطه. فانتي حابه تضيفي حليب بودر مفيش مشكله، حطي حليب بودر. بس انا مش بحط ولا حليب بودر ولا بحط حليب سائل. انا بحط ميه سقعانه وهحط عليها كوبايه من الكريمه الريتشي. والكريمه الريتش دي بتبقى خام، وبحط عليها نص كوبايه سكر. هتقولي لي بقى للمقدار بتاعي، انا بقولك المقدار الطبيعي، انا عشان بخرج اوردرات فبسقي الكيك عندي بميه بسكر، وحابه ان الكيك بتاعي يكون طعمه مظبوط للعميل، ما يكونش مسكر ان هو يجزعه وهو بياكل منه. فبحط انا على الكوبايتين نص كوبايه ميه. انتوا فاهمين الحته دي؟ انا بحط نص كوبايه ميه علي نص كوبايه سكر قصدي، عليها كوبايتين كريمه ريتش المتحده، عليها كوبايتين ميه. يعني المقدار المناسب ايه؟ انت هتحيرينا، انت بتقولي لنا نص ولا ربع دلوقتي. لا، لو انت بتحبي الحاجه سكرها مش عالي، حطي نص كوبايه سكر على كوبايتين الكريمه، يعني كل كوبايه ربع كوبايه.
فانا عشان بحب اخرج اوردراتي وكمان بيبقى فيها حشوه الاساسيه، انا بحب اعمل اوردراتي كلها بحشوات، فعشان اللي اعمله هو بياكل حاجه ما يجزعش من السكر بتاعها. طب خلاص احنا قلنا كده مقدار الكريمه. طب الكريمه الشوكليت بتعملي لها ايه؟ بعد ما بضرب الكريمه خالص وهي بيضه اقوم حاطه لها بقى معلقه من الكاكاو، بوصل للون اللي انا عايزاه من مقدار الكاكاو. انت حابه مقدار الكاكاو يكون معاكي افتح من كده في قلب الكريمه بتاعه الشوكليت مفيش مشكله، بس انا احب ان طعمها يبقى معزز كده، انا باكل كريمه شوكليت تبقى كريمه شوكليت، مش مش لونها غامق بس ما فيهاش طعم الشوكليت. فهنا خلاص احنا كده قلنا على موضوع الحشوات، هنتكلم بقى على التسقية. انا بعمل هنا سيرب تسقية بعمله بمية بسكر بس، ما بحطهوش على النار ولا الكلام ده خالص، ولا شربات حلويات ولا الكلام ده. انا من ساعة ما جربت المية بسكر وهي جميلة جدا، فبصراحة ما فكرتش ان انا اجود او ان انا اعمل حاجة مخترعة فيها يعني. فالمية بسكر ما شاء الله جميلة جدا، وبتبقى معايا ما بتغيرش طعمها في قلب الكيك ولا اي حاجة. الحشوات بقى هنا الإضافية اللي انت حابة تضيفيها بتضيفيها فوق الكريمة زي ما انا عملت كده. طب احنا اتكلمنا للي عندها صواني عادية فهتعمل مقدار النص كيلو في قلب الصينية اللي عندها، ولا هنفرض ان هي مقاس 22. طب اللي عندها صواني اسبونش وحابة ان هي تعمل ارتفاع عالي، يبقى عندنا هنا صينية مثلا مقاس 20، هنحط لها 400 جرام من الدقيق الاسبونش، عليها 5 بيضات، عليها تلت كوباية من المية، وبقية المقادير لو انت حابة تضيفي بقى الفانيليا زي ما قلت لك والمحسن والحاجات دي. لو في معلومة انا ما ذكرتهاش في قلب الفيديو يا ريت تسيبيها لي تحت في التعليقات، او اي حاجة انا ما فصلتهاش او ما اتكلمتش عنها يا ريت تسيبها لي برضو تحت في التعليقات، وان شاء الله هطلع ارد عليها، حتى لو هرد لك عليها في الكومنت وبعد كده نتكلم فيها مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.